اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم ارحم جميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين. اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه. انا اسمي اسراء. يلا بينا. النهارده دي مش مشتريات خالص، لان زي ما احنا متفقين ومش هنتنازل او مش هتنازل عن المهزله اللي بتحصل قصادنا واحنا واقفين بنتفرج. الناس اللي بتشتري ديت مشاركه فيها. بالنسبه لكل حد يقول لك لا عادي وخلينا واحنا مش هنقصر او احنا مش هن يعني ده واقع ومش واقع. لا، ده مش واقع. احنا اللي بنفرض الواقع واحنا اللي بنخليه يتفرض علينا. اللي بيحصل دي مهزله بجميع المقاييس. انا مقاطعه لحد دلوقتي، اقسم بالله ما جبت اي حاجه فيها لحوم من ساعه المشتريات بتاعه التونه دي والورك اللي انا جبته، ما جبتش لحوم تاني. زي ما احنا احنا اللي بنفرض الواقع واحنا اللي بنخليه يبقى علينا، احنا اللي بنفرضه علينا واحنا اللي بنجيبه لينا واحنا اللي بنعمل كل حاجه في الحياه. مفيش حد بيجي يفرض عليا حاجه غير لما انا اكون اتنازلت ووافق عليها. فاللي بيحصل دي مهزله بجميع المقاييس. يعتبر 3/4 الشعب المصري من الطبقه اللي هي كانت المفروض متوسطه. احنا دلوقتي بقينا 3/4 الشعب المصري من الطبقه الفقيره، اللي هي خلاص الطبقه المتوسطه ما بقتش موجوده. فاحنا بقينا طبقه فقيره، وواحده واحده هنتمحي تماما. زي ما نزلت على المنتدى البوست، هنتمحي باستيكه ومش هيبقى فيه طبقه متوسطه خالص ولا طبقه فقيره. هتبقى هي طبقه واحده بس اللي سايده. لو فضلنا ساكتين، لو فضلنا متخذين اللي هو يعني سلبيين زي ما احنا، هنفضل زي ما احنا، مش هنغير اي حاجه. خلينا ايد واحده، ما نبقاش خايفين. احنا اللي بيرزق وربنا اللي بيدي، واللي هو يعني هو احنا يعني ايه اللي هيحصل لنا اكتر من اللي مكتوب لنا. بس خلينا راضيين. اني انا مش هسكت عن انا شايفه ان ده ظلم بصراحه. دي مش معامله ادميه نتعامل بيها احنا كبشر او كبني ادمين. في طبقه كبيره جدا مش لاقيه يا جماعه حتى العيش، والله بالغلا اللي احنا فيه. انا لغايه الوقت اللي انا بصور لكم فيه الدولار عامل 29 جنيه و7 قروش ولا 70 قرش. 70 قرش و70 قرش. ده في السوق السوداء عامل 35 جنيه. يعني الناس هتجيب منين؟ انا ما بديش طاقه سلبيه على قد ما انا عايزين نتشجع ببعض، عايزين نبقى ايد واحده، عايزين نتكاتف مع بعض. احنا مش خايفين. الناس اللي بتقول احنا ده واقع ولازم نعيشه، لا ده مش واقع. ده عمره ما كان الواقع بتاعنا، عمره ما كان هو ده اللي المفروض نعيشه. خلينا احنا راضيين بقضاء ربنا واللي حوالينا ان احنا عارفين ان فعلا ده قضاء وقدر، لكن مش شايفين فساد والدنيا عماله تغرق ونقول ما هو القضاء والقدر. لا، ما انا ما اروحش ارمي نفسي من الدور العاشر واجي اقول ما معلش هو نظر وكده. لا يا جماعه، خلينا نعقل الامور شويه. خلينا نقاطع. المقاطعه بتجيب نتيجه. الناس اللي بتقول المقاطعه ما بتجيبش نتيجه او بتجيب نتيجه عكسيه، ما هي كده كده الحاجه برضك بتغلى. خلينا برضك مقاطعين، مش ان هو هيضغطوا علينا احنا هنروح لا خلاص ونشتري من الحاجه دي، الحاجه بتغلى اكتر. لا، خلينا مستمرين. هم هيضغطوا، احنا هنضغط اكتر، لان احنا احنا الاكتريه، هم الاقليه. احنا الاكتريه. احنا لو ما اشتريناش الحاجه هتبوظ عندهم. ايه المشكله لما ما نشتريش ولا فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه تانية بتزيد؟ هو ربنا عمل لنا البروتين النباتي ليه؟ علشان خاطر اللي معهوش يشتري الفراخ واللحمه والاسماك يكون في تعويض ليها من الجهه التانية بالحاجه الرخيصه في البقوليات وفي الكلام ده كله. خلينا ايجابيين شويه مع بعض، خلينا ايدينا في ايدين بعض. الحاجه ديت مش مشتريات، الحاجه دي انا جايباها من شهور. حبيت اطلع بيها لان هو ده الوقت اللي لازم نطلع بيه فيها. انا بصراحه عملت الفكره ديت خلاص ونفذتها فعلا. اللهم لك الحمد يا رب. ربنا يقدرنا جميعا. اللي في مقدرته اي حاجه يعملها. تقريبا الكيس مفتوح، مش مهم هشوف. اللي في مقدرته اي حاجه يعملها. اللي في مقدرته يشتري اي حاجه ولو بسيطه يرفع بيها. كيس مفتوح معلش اهو. خلينا كده نربطه عشان ما يقعش حاجه تانية وهلم اللي وقع. خلينا زي ما قلت لكم، اللي في ايده يعمل اي حاجه ولو بسيطه ما يترددش فيها ابدا. قلت لكم من بدري، من شهور تقريبا. خلينا نجهز لكرتونه رمضان.
علشان خاطر رمضان خلاص على الابواب، وناس كتير وقتها انتقدتني، ناس كتير والله لو نزلت لكم البوستات بالانتقادات يعني بالتعليقات اللي فيها انتقاد هتصدقوني ان احنا فين ورمضان فين. وقلت لكم يا جماعه الاسعار بتزيد قبل رمضان على طول، لا ده الاسعار مش قبل رمضان، ده الاسعار كل يوم بتزيد اهي في الوقت اللي احنا فيه الحالي. الحاجه دي انا شايلاها من بدري، وكنت بوريلكم كل حاجه انا بجيبها وفي المشتريات، وبقول لكم انا هشيل كذا وهعمل كذا. هعمل بيها الحاجه ديت بقى، مش هستنى لرمضان، انا بدات في الموضوع دوت. بصوا الحاجه اللي باقيه هنا، هو هنا الباقي هنا ده كله ملح اهو، ده كله ملح. هتعملي ايه يا اسراء؟ زي ما قلنا بيتنا اولى بكل حبايه، كل حبايه ملح بيتنا اولى بيها صح، بس ما ينفعش انا بيتي اولى بكل حبايه ملح واكون شايفه حد وانا في مقدرتي ان انا استغنى عن كيس ملح واقول لا انا بيتي اولى بيه. طالما الحمد لله ربنا مرضيني ومكفيني، اراضي اللي انا شايفه ان هو محتاج شويه. انا بدات الفكره ديت لما لقيت ان فكره الصدقه ان المبلغ مهما كان مش هيجيب حتى كيلو لحمه، ان المبلغ حتى لو دفعت مش هيجيب كيلو اللحمه. فلقيت ان انا طب انا ايه اللي يخليني ادفع الصدقه والفلوس مش هتعمل حاجه، مش هتجيب حتى كيلو اللحمه ولا نص كيلو لحمه، فخليني اطلع حاجه من خزين بيتي. الحاجه اللي انا مخزناها لرمضان جه وقتها ان انا اطلعها، ومن هنا لرمضان ربنا ييسر الامور يا رب ويبعت في ايده فرج، وربنا يا رب يرزق الجميع من حيث لا يحتسب. اكون جمعت شويه كمان لو الاسعار نزلت، وابدا ان انا اطلعها في رمضان، لان الحاجه دي ملهاش دعوه بالحاجه اللي انا ايه ان شاء الله لما ربنا يكرمني كده يا رب بدعواتكم كده بالكرم يا رب ربنا يكرم من عنده، وهجيب الحاجه بتاعت شنطه رمضان لما الاسعار تنزل. بس الحاجه ديت انا شايفه ان انا طول ما انا عيناها في ناس اولى بيها، شايفه ان انا طول ما انا شايلاها انا ما بستفدش طبعا. في المكرونات بستفيد منها شويه، قلت لكم انا بستعمل اللي بستعمله والباقي بشيله. بس جه وقتها ان الناس تانية تستفيد برضك منها، الناس اللي احنا شايفين الدنيا جايه عليهم ازاي، الناس اللي حتى رغيف العيش ما بقتش عارفه تجيبه. فقررت ان انا طلعت الحمد لله، اللهم لك الحمد والله العظيم، لا رياء ولا ان انا بشكر في نفسي ولا اي حاجه، بس عايزين نشجع بعض علشان نشوف الناس اللي يعني احنا مش ناس واو يعني، بس اللي هو ايه اللي معاه حاجه يقدر يساعد بيها يساعد بيها. ولو كيس مكرونه واحد والله هيفرق، كيس مكرونه واحد هيفرق مع اسره، كيس لوبيا هيفرق مع اسره، كيس لسان عصفور هيفرق مع اسره تكون مش قادره تجيب. في الغلا اللي احنا فيه في ناس كتير والله ما قادره تجيب حتى كيس لسان عصفور، فخلينا كده نساعد بعض. الزيت زي ما قلت لكم انا كنت جايبه الكرتونه والله الحمد لله يعني طلع اللي طلع، ودوت اللي اتبقى اللهم لك الحمد في منهم، ديت بتاعه الكرتونه هي اللي باقيه، والدول بتوع التموين هم اللي باقيين من التموين، كنت شايلهم الشهر دوت اللي انا لسه جايبه فيه الزيت. بس وكان عندي الصلصه بردك اللي طلع منها طلع، وباقي دولا وهكذا. انتوا فاهمين قصدي؟ هدف الفيديو اللي شايل لرمضان حاولوا تطلعوا لو كيس واحد من كل نوع، كيس مش هيأثر والله. لو كيس ملح، كيس الملح الحاجه دي ممكن كيس مكرونه يتعمل في وجبه واحده، كيس الملح هيقعد عند الشخص اللي انت اديتيله وهيفضل في كل مره بيتحط حبايه ملح واحده انت بتاخدي عليها حسنات. لو قعد عنده شهرين هتاخدي طول الشهرين، شوفي الملح كيس ملح اهوت بعدد حبات الملح انت هتاخدي حسنات. فيعني تخيلوا حسنات اللي بتيجي من ورا كيس ملح، كيس ملح. يعني انا بقول والله العظيم علشان خاطر الوقت اللي احنا فيه والازمه اللي احنا فيها، ناس كتير محتاجه الكلام ده، مستمرين في المقاطعه والله بتجيب نتيجه، مش هنفضل ساكتين، مش هناخد موقف سلبي، كفايه قوي سلبيات لحد كده كفايه. انا عن نفسي واحده من الناس والله العظيم يعني عارفين عماله هو في ايه، انتوا الناس اللي حتى يعني لما بيجي لي انتقاد مثلا اللي هو مش هتغيروا يا جماعه هنغير، احنا غيرنا كتير على فكرة. فاللي هو نقدر نغير حاجات كتير في حياتنا، بس ناخد الموقف الصح ناخد ونفضل ثابتين عليه، مش ناخد الموقف ويومين 3 ونرجع تاني نتراجع فيه، لا خلينا ثابتين على موقفنا، خلينا ماسكين ويعني متمسكين كده بحقنا، ده حق
احنا ما بنشحتش من حد حاجة، احنا بنطالب بحقنا، ما بنشحتش من حد، احنا بنطالب بحقنا، حقنا في المعاملة الآدمية، حقنا في الأسعار المناسبة. مش هتدي أسعار مناسبة على الأجور، الأجور اللي هو الناس يعني بتاخد 2000 و3000 جنيه، ده 2000 3000 دول هيعملوا ايه في الوقت اللي احنا فيه؟ أقل كيلو لحمة دلوقتي، أقل أنا بتكلم على اللي عندي، عامل 130 جنيه. 130 جنيه يعني هاكل مرة واحدة في الشهر لحمة. طب وباقي الخضار أقل نوع خضار عامل 5 و6 جنيه، ده أقل حاجة. أنا بتكلم في الطماطم. لكن تعالي البسلة اللي كنا بنخزنها وهي ب2 جنيه و3 جنيه دلوقتي ب15 جنيه. يعني انتوا متخيلين الاسعار عامله ايه؟ خلينا ثابتين. انا طالعه بالفيديو علشان اقول للناس اللي مخزنه حاولوا تطلعوا لو كيس واحد بس، هيفرق مع ناس تانية كتير. يعني ما نبقاش قافلين على حاجتنا ولا والحاجه وهي والله العظيم هتلاقوا الحاجه طرحت، ربنا طرح فيها البركه علشان انت نيتك انك تساعدي حد تاني. اقسم بالله ما بتكلم من فراغ، انا بقول لكم على حاجات يعني والله العظيم هتلاقي الحاجه اللي عندك ربنا طرح لك فيها البركه وزودها لك ورزقك. انت هتقولي ايه ده؟ انا كان عندي بس وطلعت حاجه وقلت مش هتكفي، سبحان الله الحاجه زادت. اللهم لك الحمد على كل حال. حاولوا تطلعوا من اللي انتم مخزنينه لو كيس واحد، شنطه فيها كيس مكرونه، كيس رز، كيس ملح، ازازه زيت لو مش قادره ازازه زيت، ممكن كيس شعريه، كيس اي حاجه. هتلاقي اللي انت اديتها له انبسط جدا ودعالك. وكفايه انك دخلت البهجه وانك يعني عارفه اللي هو ايه، ما شلتي هم اكله مثلا في يوم من عنده. هي يعني شلتي من عليه هم لاكله ولوجبه مثلا في اليوم. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. فخلينا نيسر الامور لبعض ومتمسكين بموقفنا في المقاطعه، مش فراخ بس، لا مقاطعه كل حاجه غاليه. وربنا يبعت في اوجه فرج ان شاء الله وخير. ما يعني ان شاء الله ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر، وان شاء الله اللي جاي سهل بامر الله تعالى. بس خلينا دايما ايد واحده وكتفنا في كتف بعض. ما فيش حد يقول يلا نفسي، عشان احنا كلنا في مركب واحده ومخرومه. وقت ما هتغرق بينا كلنا، مش هتغرق باللي في الاول واللي في الاخر هيتنجي، لا كلنا في مركب واحده. وقت ما هتغرق كلنا هنغرق بيها. بس ده كان فيديو النهارده. نسيت اقول لكم تعملوا لايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله بامر الله في فيديو جديد ويبقى كله امل وتفاؤل. وانا هدفي والله من الفيديوهات ولا من البوستات السلبيه ابدا، بس هدفي ان احنا نكون ايدينا واحده، ايدينا في ايد بعض وكلنا في كتف بعض ونكون هدفنا واحد. بس هو ده كان هدفي بس من الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامه.